ازاي الاهلي يفوز على زد في الجوله 20 من الدوري المصري؟ لان المباراه دي لا تقبل القسمه على اتنين، وزي ما احنا متفقين كل مباريات الاهلي لغايه نهايه الموسم كاس، يا تكسب يا بره. ما فيهاش كلمتين. تاني يوم الزمالك بيلعب بيراميدز، وعشان كل النتائج في المباراه الحبيه الحلوه دي اللي بين اتنين حبايب لازم انت تفوز، فتبقى اي نتيجه طالعه منهم حلوه ليك. الخلاصه، زد عنده نقطه مهمه جدا، بينافس على البقاء وسط السبعه الكبار. وزي ما انتم شايفين ترتيب الدوري، لو هو ما كسبش غالبا بره السبعه الكبار. فهي دي النقطه. مع اول هدف للنادي الاهلي هيفتحوا. طب لو هم جابوا جون، انتظر باركنج ذا باص. فلا تلومن الى نفسك. ثبات انفعالي، هدوء، هو ده سر نجاحك. كل لاعب يلعب في مكانه، الوينج ليفت وينج ليفت، والوينج رايت وينج رايت، واللي ما بيلعبش وينج ليفت زي امام ما يلعبهاش تاني، بنخسره. كده كده عندنا لعيبه جامده زي بالعمري، زي بالرمضان، زي امام، زي بن شرقي. شوطوا، شوطوا. انا واضح بقولها لكم اهو، شوطوا. وخصوصا كل الناس اللي بتيجي من ناحيه الشمال وبتركنها على اليمين بتاع حارس المرمى، لا شمال حارس المرمى كده. شوطوا على علي لطفي. الشوط والتركيز والثبات الانفعالي بس.